لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك ليصلكم كل جديد. إنفانتينو يهنئ المغرب بعد تتويجه بطلا للعرب. قدم السيد إنفانتينو التهنئة للمنتخب المغربي في أعقاب تتويجه بطلا للنسخة 11 لكأس العرب، مؤكدا عزم الفيفا على مواصلة رعايتها لهذه البطولة الناجحة. وجاء في برقية إنفانتينو وهنئ المنتخب المغربي على تتويجه بلقب كأس العرب بعد فوزه على المنتخب الأردني بنتيجة 3-1 في الوقت الإضافي في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب لوسيل مساء أمس، وشهدت أجواء حماسية وأحداثا مثيرة وسط مدرجات امتلأت بالمشجعين. وهنئ المنتخب الأردني على مشواره الحافل في مونديال العرب وأدائه الرائع في المباراة النهائية. وقدم إنفانتينو شكره وامتنانه بخالص الشكر لدولة قطر ولصاحب السمو الشيخ تميم بن أحمد الثاني والشعب القطري على استضافة الحدث الرياضي الذي وفر منصة لتوحيد العالم العربي من خلال كرة القدم في اليوم الوطني لدولة قطر. وأكد رئيس الفيفا أن نهائية كأس العرب باقية وستواصل النمو وترسيخ مكانتها كواحدة من كبرى بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.